سمعنا خطاب اخر. شنو هو؟ احنا كنصلحوا داكشي اللي فسدوه الاخرين في 10 سنين. لا، اللي ما دارش ماشي فسدوه، اللي ما دارش اللي دوزوه هضره. وانا هادشي اختيارات وهضرنا فيه وما غاديش نعاود نرجع. ما نرجعوش، انا غير استدركت. اللي ما دارش بزاف الامور ما دارش. علاش؟ لان دستور 2011 عطى اختصاصات قويه للحكومه اللي كان ممكن انها تنزل برامجها وكان خدمت في صمت. ما اختارتش تخدم في صمت، خسرت تخدم، تبقى تعطي الهضره والخدمه نخليوها. وبزاف الامور ضاعت على المغرب في ديك الفرصه. كانت ممكن في اريحيه اقتصاديه واريحيه اجتماعيه واريحيه سياسيه كبيره ووعي سياسي كان متحمس، ولكن ضيعنا الفرصه. علاش؟ لاننا نكبينا على الهضره بس ما نكبوا على الخدمه، على الاختصاصات، واننا نحطوها كيف ما كان خصها تحط. لا، ملي جات الحكومه 2021 بالرئاسه عزيز اخنوش مشى بدا كينكب على الملفات. ما بنيناش كنقولوا راه حنا عاد خرجنا من كورونا وراه حنا 7 سنين ديال مشات لنا ديال الاقتصاد. ما دارش هاد الهضره، بالعكس 2021 كانت الحكومه، كانت الميزانيه العامه ديال الدوله 470 مليار ديال الدرهم. اليوم في 2025 700 مليار ديال الدرهم في الميزانيه العامه ديال الحكومه بالضرائب. كاينه ضرائب. الضرائب راه دائما كاينه، كيروكوفريو. دابا كيروكوفريو، راه ما كانش كيدخل، ما كانش الخدمه كدار. العام زين هو لا ماشي العام زين، لا ماشي العام زين دابا، لا ماشي العام زين. بغيتي الارقام انا كنعطيك الارقام. علاش؟ لان هاد البرامج ملي حطاتها الاجتماعيه، منها ولا الصحه ولا ديال التعليم ولا ديال الهشاشه، جبدات لها اكثر من 69 مليار ديال الدرهم تحطات باش داروا هاد البرامج. دابا انت كتقولي لي ما شكيناش بان راه المغرب راه عندنا ظرفيه اقتصاديه قاصحه ما نقدوش نحطوا الحمايه الاجتماعيه. ما شكيناهاش. لا، تحطات الحمايه الاجتماعيه باشكالاتها وبنقاشها وبمؤشراتها وبكل شيء ديالها. تحطات، تحط السيستم، تحط البرنامج، تحطات للوكاله، دار البروسيس كيفاش خاصها تكون، وهي غادا كتصحح وتحطات لها ميزانيتها. ماشي اننا وقفنا شي قطاع باش نديروها هي، لا، تزاد في الميزانيه ديال الدوله. وهذا علاش حيت الخدمه في الطيران.